السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين في كل بيت في كل مكان، رسميا الدوري بيشتعل من بداية. الزمالك كان أداؤه مش أفضل شيء أمام البنك الأهلي، والبنك الأهلي كانت كل حاجة عاملاها في الزمالك الشوط الأول استحواذ عرضيات، تمريرات، فرص ضائعة، كل شيء. رغم الشوط الثاني نزل معتمد جمال، بدل التبديلات الثلاثة اللي بدلهم سجل اجوان حسام أشرف وشيكو بانزا وإيشو. فالزمالك بفضل ربنا من ثم معتمد جمال المدير الفني فاز الزمالك 3-0 ويشعل الدوري بيشتعل. الجيش النهارده كسبت على منتخب السويس بتروجيت 3-2 بعد ما كانت فايزه 3-0. رجع المنتخب السويس بقيت 2، انتهى المباراه 3-2. يبقى كده الجيش الاول 6 نقاط، من ثم الزمالك 4 نقاط، يعني الزمالك الثاني حاليا في الجوله الثانيه، الزمالك الثاني تمام. معتمد جمال لعب بالتشكيله، جون مهدي سليمان، 2 قلبي دفاع، مين؟ محمود حمدي الونش ومحمد اسماعيل. جناح يمين باك يمين عمر جابر المتألق، باك شمال محمود بنتاج الاداء ثابت، 3 خط وسط محمد شحاته، احمد فتوح وادم قايد. ناحيه اليمين ونج يمين عدي الدباغ، ونج شمال احمد شريف، والمهاجم ناصر منسي اللي اداؤه كان لا يرضي اليوم. جمهور الزمالك شجع الزمالك بالقلب وبالدم وبالروح وبكل شيء. جمهور الزمالك ما تخلتش على نادي الزمالك ولا في لحظه، وكانت بتشجعه في كل لحظه. كانت جمهور الزمالك اليوم متحرك الصخر، فبسبب فوز الزمالك بالماتش هو جمهور نادي الزمالك بعد ربنا سبحانه وتعالى. شيكو باندا في الدقيقه 53 سجل هدف، من ثم 86 سجل حسام اشرف هدف، من ثم اخر لحظات سجل ايشو هدف. فالزمالك انتهت المباراه اليوم بفوز الزمالك 3-0 والمركز الثاني للزمالك ويشعل الدوري من البدايه. الاهلي عنده 3 نقاط وليه ماتش مع مع زد، وبيراميدز ماتش مع ابو قير الاسمده اللي فازت على البنك الاهلي في الجوله الاولى، اللي الزمالك كسب البنك الاهلي في الجوله الثانيه. البنك الاهلي معها 0 من النقاط، ويبقى كده الاهلي الاهلي كسب وبيراميدز كسبت، تبقى كام؟ يبقى 6-4. اما الزمالك لو كان اتعطل النهارده بتعادل كان نقطه لا تغني ولا تسمن من جوع، كان الزمالك يبقى نقطتين. طب ومين؟ وبيراميدز هتبقى 6. طب والاهلي لو كان كسب برضه كان يبقى 6، ف6-6-2 لا، كانت تبقى الدوري ابتدى يروح من البدايه. كان الدوري ابتدى يروح. فالزمالك انقذ الموقف وفاز على البنك الاهلي بسبب جمهور اللي كان يحرك الصخر في الملعب. جمهور الزمالك كان يحرك الصخر في المدرجات، كان بيشجع بقلبه بكل جهده، كان بيبذل قصارى جهده. جمهور الزمالك كان صوته بيتنبح مسيع نادي الزمالك، وادى الى فوز الزمالك 3-0 رغم الاداء اللي كانش مرضي للجميع في الشوط الاول. الزمالك كان نازل ما شايفش الكوره، كان نازل ناسي الكوره، كان نازل الحمل البدني واجع جدا. لعيبه الزمالك الشوط الاول من اسوأ واضعف المباريات لنادي الزمالك في الشوط الاول. رجع الشوط الثاني بسبب تغييرات معتمد جمال، نزل محمد السيد، نزل ايشو، نزل حسام اشرف، ونزل شيكو بانزا. الاربعه اللي نزلهم 3 سجل جوان، 1 صنع جوان. فمعتمد جمال بسبب تغييراته حدثت الفارق، تغييرات معتمد جمال حدثت الفارق، وفاز على البنك الاهلي بثلاثيه نظيفه. بثلاثيه نظيفه. والزمالك يكمل الزمالك يكمل عنده الماتش الجاي، لازم ياكل نفسه ويشد على نفسه شويه بسبب الحمل البدني اللي واجع جدا من لعيبه نادي الزمالك. حمل البدني بتاع الزمالك واجع، يعني خلاص لازم الزمالك يحاول يلقى طريقه لرفع الحمل البدني. الزمالك ابتدى فتره الاعداد متاخر جدا، الفرق كلها كان باديه فتره الاعداد، والزمالك جمع اللعيبه في اخر اسبوعين وعمل فتره اعداد، فكتر خير لعيبه الزمالك وجمهور الزمالك. بس جمهور الزمالك لا تيأس، والاسد لا يعرف اليأس، والاسد يمرض ولا يموت. فالزمالك اسد لا يمرض ابدا. ليه؟ بسبب فضل ربنا من ثم جمهور نادي الزمالك. اخوان الفنا بالزياره مين؟ واخوان الفينا بالزيره ازمته مكمله، ما رجعش الدوري المصري، ما رجعش الزمالك، جاب فلوس وارجع، والزمالك معهوش فلوس، مش هيقدر اخوان الفينا بالزيره
يمضي لأي فريق إلا بموافقة نادي الزمالك، فالزمالك مش موافق إن فييرا يمضي لأي فريق ولا يرحل. ده أتى عرض من نادي شباب الأهلي الإماراتي بقيمة 4.5 مليون دولار، والزمالك رفض هذا العرض بسبب الحاجه الفنيه الى اخوان الفنا فييرا، واخوان الفنا فييرا متمرد وما رضيش يرجع الدوري المصري الممتاز، ومش هيرجع اخوان الفنا فييرا، مكمل في البرازيل ومش راجع مصر. امام عاشور اهلاوي حد ال 2030، اهلاوي لحد 2030. امام عاشور يصدم ادم وطني، اغنيها امام عاشور اهلاوي 2030. بعض الناس امام عاشور رايح، امام عاشور راحل، امام عاشور مشى، امام عاشور بيتمرد. انا قلت امبارح ان الازمه ابتدت تتحل واقتربت من الحل، وبالفعل اليوم اتحلت ازمه امام عاشور واهلاوي امام عاشور، ومدد عقده ل 2030. وقع خلاص امام عاشور اهلاوي ل 2030، وسقف رواتب اللعيبه ما طلعش، معليش هو يعني امام عاشور مثلا بياخد 15 مليون جنيه، زاد بيجي مثلا 17 مليون، ما هو فهو وهيزيد مع مرور الوقت، اعلانات، بونص مثلا. امام عاشور اذا تألق الاهلي يزود له راتبه، وامام عاشور لا غنى عن التعريف. خلاص امام عاشور لاعب افضل لاعب في منتخب مصر ومن افضل اللعيبه في كاس العالم، وامام عاشور مترشح من ضمن المرشحين للفوز بجائزه افضل لاعب في افريقيا. لا، امام عاشور معروف لدى الكل، فامام عاشور اهلاوي ل 2030. وخبر صار لجمهور الاهلي، اوفا مصطفى شوبير يقترب من تجديد عقده مع الاهلي ل 2031 عشان ينهي الشكوك. امام عاشور انهى الشكوك وصدر ادم وطني وكيل اعماله ومدد ل 2030. طيب وكمان 2030 وكمان مصطفى شوبير هيصدم الجميع ويمضي الاهلي ل 2031. ان بعض الناس قالوا رايح يقوم الابطال، وبعض الناس قالت لا ده جاي عرض من تشيلي، وبعض الناس قال لا ده جاي عرض في الدرجه الثانيه الالماني والدرجه الاولى الاسباني، وكل شيء طلع بعد ما تالق في كاس العالم وكان من افضل الحراس اللي في كاس العالم. فمصطفى شوبير يقترب من تجديد للاهلي ل 2031، وامام عاشور جدد ل 2030 وشوبير يقترب من تجديد ل 2031. هل الاهلي يكتفي كده؟ لا، ده الاهلي اللي هيخلص عقده هنضيله. الاهلي دخلوا الموسم ده لا افوت اي بطوله، البطولات كلها تحت يدي، والبطولات كلها ان شاء الله تبقى معايا. الحسين عموطه مدرب عالمي، مدير فني وخضرم، مدير فني بيعرف يلم اللعيبه. بس الهجوم مرعب بتاع الاهلي، 3 ايوان، سفيان بالجديدة، الأفشة، جون رائع، مروان عطية صاروخية رائعة، زيزو بلن عالمية. فالأهلي بعض الشيء الدفاع كارثي شوية، الدفاع أخطاء دفاعية ساذجة، أخطاء دفاعية بالجملة. يحاول يرمم الدفاع الحسين عمودة للعودة لمنصات التتويج للأهلي، لأن الأهلي غاب السنة اللي عدت عن منصات التتويج. أخذ السوبر المصري في افتتاح البطولات، وده السوبر المصري في افتتاح بداية موسم، يعني ما تحصلش حاجة. فالاهلي عاوز يرجع بقوه الموسم ده، فالحسين عموطه ان شاء الله يظبط الدنيا والاهلي يرجع بقوه. والف سلامه على كريم الدباس، عنده شد في العضله الخلفيه ومش هيلعب مباراه الزد، واللي هيلعب بداله هو كريم فؤاد. فكريم فؤاد هيلعب مباراه زد. ومانشستر سيتي يقترب من اعلان رحيل عمر مرموش النجم المصري، النجم المرعب، النجم الهداف. عمر مرموش هيروح توتنهام هوستبير، وان شاء الله يتألق ويلعب جنب سون ويبقى افضل لاعب في توتنهام. عمر مرموش ان شاء الله يبقى افضل لاعب في توتنهام. شد حيلك يا عمر مرموش، الشعب المصري كله وراك. انت بتلعب برضه في الدوري الانجليزي، وتوتنهام السنه اللي عدت كانت تهبط للشامبيونشيب، بس الحمد لله اتنقذت في اخر المباريات وبيجي في الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي قوي يا عمر مرموش. توتنهام ان شاء الله تنافس على حتى اي بطوله، يعني ده الدوري ما تقدرش ان توتنهام مش ضعيفه. توتنهام من احد المربع الذهبي في الدوري الانجليزي، يعني من افضل 4 انديه. توتنهام من اقدم الفرق في الدوري الانجليزي. توتنهام طلعت لعيبه عالميه، لا بس الحاجه اللي هنا في توتنهام ان هي ادائها متذبذب بعض الشيء. فان شاء الله عمر مرموش يروح يعمل فرق كبير في توتنهام ويفوز توتنهام في اي مباراه جايه، وان شاء الله نشوف عمر مرموش مع توتنهام على منصات التتويج برضه.
اخر خبر معانا اليوم هو محمد الغازي اللي حكم مباراة الزمالك النهارده امام البنك الاهلي، ربنا يوفقه في المباراة الجاية. هيحكم السوبر الاردني بين الحسين اربد والفيصل اللي قائدها طارق مصطفى مدير فني البنك الاهلي السابق. هيقود الفيصلي الأردني في مباراة نهائي السوبر الأردني أمام الحسين إربد. الحسين والفيصلي في نهائي السوبر الأردني هيقود المباراة تحكيميا الحكم المصري محمد الغازي اللي حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي اللي انتهت لصالح الزمالك بالفوز 3-0، وفرحة زملكاوية وحسرة على البنك الأهلي لأن تاني هزيمة بعد الهزيمة الأولى من أبو قير الأسمدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.